بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا طلاب وطالبات السادس العلمي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. زين، اليوم اجينا بمحاضرة جديدة وبعدنا بموضوع إيجاد قيم X و Y. اليوم شوية شغلة حلوة بإيجاد قيم X و Y، تعال خلينا نتعلمها. يقول جد قيمة X و Y تنتمي إلى R إذا علمت أن هذا العدد اللي هو 6 على x زائدا واي اي والثلاثة زائدا اي على 2 ناقصا اي مترافقان. هسه من يذكر لي كلمة مترافقان شو اسوي استاذ؟ شو تسوي؟ تيجي تنزل لي اياهم ذول اثنين، 6 على x زائدا واي اي، وهنا أنا انزل 3 زائدا اي على 2 ناقصا. مني يقول لك هذول العددان المركبان مترافقان، اخلي بيناتهم يساوي. استاذ بس اخلي بيناتهم يساوي؟ لا، مو هيك. ارافق واحد من عندهم، هذا راح اخليه بقوس واخلي فوقه علامة الترافق، هي فتحة. استاذ وهذا ما اخلي فوقه؟ لا، هذا ما اخلي فوقه، بس واحد يترافق لي، يا اما هذا يا اما هذا. اعيد، من ينطيك عددين مركبين مترافقان، قال لك كلمة مترافقان، انزلهم اثنينهم، هاي الفارزة اخلي بمكانها يساوي، وارافق احد العددين المركبين. زين، اكو شغلة راح تنساها اللي هي شنو؟ هسه مو راح تنزل لي 6 على اكس زائدا واي اي، مو راح تنزل لي يساوي، هاي علامة الترافق مو راح تغير لي إشارة الجزء التخيلي؟ راح تقول لي إيه. راح أسألك سؤال أذكرك بالعمليات، هاي الفتحة بس على البسط لو بس على المقام؟ لو على البسط وعلى المقام؟ اكو واحد ذكي قال لي ايه، على البسط وعلى المقام. ليش؟ لان هاي الفتحة متصلة، فمن تجي تريد تغير اشارات الجزء التخيلي تغيرهم اثنينهم بالبسط وبالمقام. فهسه موجب اي سويتها سالب اي، وسالب اي بالمقام راح اسويها موجب اي. انتبه علي، الفتحة هنا على البسط وعلى المقام، فمن تريد تغير إشارة الجزء التخيلي تغير مال البسط ومال المقام، لا تنسى. تمام؟ زين. استاذ هسه عندي عملية اللي هي قسمة اضرب في مرافق المقام، لا ما اريدك تضرب في مرافق المقام. ليش استاذ؟ انا اقول لك ليش بعدين. راح تصير هوسه، الحل راح يصير مطول. استاذ لا، شو اسوي؟ اسوي طرفين في وسطين، هذا ينضرب بهذا القوس، تمام، وهذا ينضرب بهذا القوس، وما اريدك تنسى ذولا تضربهم ضرب اقواس. يعني شلون؟ يعني ما اريدك قبل تقول 6 في 2 12 و6 في اي 6 اي، لا، اريدك على كيفك شغله شغله. فراح اقول اكس زائدا واي اي بمن ينضرب؟ ينضرب في 3 ناقصا اي، وتساوي 6 في منو؟ في 2 زائدا اي. استاذ ليش ما اوزع قبل؟ ما اريدك توزع، ما اريد تغلط، اريد على كيفك تحل. هسه نزل لي اكس زائدا واي اي. استاذ هاي ليش ما اوزعها؟ ما اريدك توزعها. ليش؟ اريد اذكرك بفد شغله عوفه. 3 ناقص انا اي وتساوي 6 في 2 12، 6 في اي زائدا 6 اي. استاذ ليش ما اوزعها هاي؟ لا، ما اريدك توزعها. ليش استاذ؟ تتذكر ذيك المحاضره قلنا يابا من تشوف اكس زائدا واي اي لا توزع، هذا اعتبره القريب وهذا البعيد. شو اسوي؟ البعيد على القريب، ذولا قرايبك لا تحترمهم، نزلهم جوه. ليش؟ لان القرايب مو خوش. هذا القلم الازرق، جيب لي الاسود وينه. اكس زائدا واي اي ابقيها وتساوي هذا ال 12 اللي هو البعيد اخليه على راسي، اما القرايب انزلهم جوا 3 ناقصا اي. هسه راح اجي اضرب في مرافق المقام اللي هو شقد؟ اللي هو 3 زائدا اي على 3 زائدا اي. استاذ ليش مو من البدايه ضرب؟ هنا راح تضرب في مرافق المقام، النوبه ترجع النوبه تضرب في مرافق المقام، تصير مرتين. انا اريد اخليك تضرب بمرافق المقام بس مره واحده، حتى ما اريد الحل يطول عليك. هسه راح اقول اكس زائدا واي اي تساوي، اجر خط الكسر، المقام ضرب مترافقان 10. شلون استاذ؟ 3 تربيع 9 مربع معامل اي 1 تربيع 1، 9 زائد 1 10. 12 في 3 هنا عمليه توزيع بالبسط، 12 في 3 36، 12 في موجب اي موجب 12 اي. هسه 6 اي وزعها، 6 اي في 3 18 اي. زين 6 اي في اي
6 آي تربيع، وكل آي تربيع تعكس إشارة ما قبلها وتحذف، فراح تصير سالب 6. حلو. هسه راح أجي أقول x زائدا y I تساوي 36 ناقصا 6 30. 12 I زائدا 18 I ايش قد يا شباب؟ موجب 30 I. حلو حلو. زين على ايش قد؟ على 10. صعبة شباب؟ لا. إذا هنا أنا راح أجي أقول x زائدا y I تساوي 30 تقسيم 10 موجب 3. 30 I تقسيم 10 موجب 3 I. الحقيقي اللي هو الاكس يساوي 3 الحقيقي، والواي اي اخذ بس الواي يساوي 3 اي اخذ بس 3، وحسبت قيمة اكس وواي. استاذ ما افتهمنا، عوف اخلي يولي محضر لك كومة اسئلة. تعال هنا يقول إذا كان إكس ناقصا واي آي على 1 زائد 5 آي و3 ناقصا 2 آي على آي مترافقان، فجد قيمة إكس وواي تنتمي إلى آر. أول شغلة من أشوف إيش قال لي مترافقان، شو أسوي؟ أنزلهم اثنينهم، إكس ناقصا واي آي على 1 زائد 5 آي، وأشيل الفارزة أخلي مكانها يساوي، وأنزل العدد المركب الثاني اللي هو سالب 2 آي على آي. استاذ هسه لازم ارافق واحد من عندهم لو اثنينهم؟ لا، مو قلت لك واحد من عندهم. زين استاذ هذا لو هذا كيفك، اي واحد من عندهم. ذاك السؤال انا رافقت هذا، هالمره راح ارافق لك هذا، فراح اجي اخلي قوس فوقايا علامه الفتحه اللي هي علامه الترافق. زين، من ارافق الفتحه متصله لازم اغير اشاره الجزء التخيلي اللي بالبسط وبالمقام، هاي ما اريدك تنساها. فراح اقول اكس هي سالب اسويها موجب واي اي على 1 زائد 5 اي اسويها 1 ناقصا 5 اي. بس هاي لا تنساها، غير اشاره الجزء التخيلي اللي بالبسط وبالمقام. حلو. ويساوي 3 ناقصا 2 اي تنزل على موجب اي. بعدين من اوصل هاي الخطوه شو اسوي؟ طرفين في وسطين، هذا ينضرب بهذا وهذا ينضرب بهذا. زين، راح اقول وما انسى اضربهم ضرب اقواس، اكس زائدا واي اي في منو؟ في اي، وتساوي هنا أنا عندي 1 ناقصا 5 اي ينضرب بمن؟ ينضرب ب3 ناقصا 2. استاذ ليش ما اوزع الاي؟ عادي وزعه، بس انا اريد امشيك على ذيك الملاحظه مال البعيد على القريب. تمام، هن اثنيناتهم ينطن ناتج صحيح، مو فد مشكله. تمام. وهسه اذا توزع يطلع حلك صح، وخلي نوزع نجرب. خوما انت قبل تحفظ كله تمشي على ذيك الملاحظه، واني افضل تمشي على ذيك الملاحظه، بس خاف واحد يضوج. فراح اقول اي في اكس اكس اي زائدا واي اي في اي واي اي تربيع، وتساوي هنا عندي عملية ضرب، 1 في 3 3، 1 في سالب 2 اي سالب 2 اي، سالب 5 اي في 3 سالب 15 اي، سالب بالسالب موجب، 5 اي في 2 اي 10 اي تربيع. شو تسوي للاي تربيع يا طلاب؟ تعكس إشارة ما قبلها وتحذف، ايش راح تصير؟ سالب 10. وهنا الواي تربيع ايش راح تصير؟ سالب واي. فراح اجي اقدم الحقيقي اللي هو سالب واي، واخر التخيل اللي هو موجب اكس اي. شوف حتى صار شكلها مو حلو، صارت الواي بالبدايه والاكس بالنهايه، بس يلا بكيفك. هنا انا راح اقول 3 بسالب 10 حقيقي بحقيقي، اخذ اشاره الاكبر واطرح، 10 ناقص 3 7. سالب 2 اي سالب 15 اي، راح اخذ نفس الاشاره واجمعهم، راح تصير سالب 17 اي. من هو الحقيقي؟ اللي هو سالب واي. وهنا من هو الحقيقي؟ اللي هو سالب 7. السالب يروح ويا السالب، راح تطلع قيمة واي ايش قد؟ موجب 7. الاكس اي اخذ بس الاكس، ومن هنا التخيلي اخذ بس السالب 17 بدون الاي، وطلعت قيمة اكس وواي. حلو حلو. سؤال اخير نختم به المحاضرة حتى اطمن عليك انه انت فهمت الموضوع. يقول إذا كان x زائدا y i على 3 زائدا 4 i و3 زائدا i على 2 ناقصا i عددان مترافقان، فجد قيمة x و y.
من قال لي عددان مترافقان أنزلهم اثنينهم ومكان الفارزة أخلي يساوي. فهنا راح تصير 3 زائدا آي على 2 ناقصا آي. وما أنسى أخلي العلامة مال الترافق فوقهم، فوق واحد من عندهم. وما أنسى طلاب من أرافق أغير إشارة البسط، إشارة الجزء التخيلي مال البسط ومال المقام. فهنا 3 زائد آي راح تصير 3 ناقص آي، بالمقام 2 ناقص آي راح أسويها 2 زائد آي. ومن أوصل هنا يا طلاب أسوي طرفين في وسطين، وما أنسى أضربهم بس ضرب أقواس. يعني راح أقول إكس زائدا واي آي في منو؟ في 2 زائدا آي ويساوي عندك منو هنا 3 زائدا 4 آي في منو؟ في 3 ناقصا آي. هنا أنا أوزع؟ لا، ليش؟ لأن معزولة المجاهيل، فراح أنزلهم إكس زائدا واي آي في منو؟ في 2 زائدا آي ويساوي 3 في 3 9، 3 في سالب آي سالب 3 آي، 4 آي في 3 موجب 12 آي، 4 آي في سالب آي سالب 4 آي تربيع. وكل آي تربيع تعكس إشارة ما قبلها وتحذف تصير موجب 4. فراح أجي أنزل إكس زائدا واي آي في 2 زائدا آي وتساوي 9 زائدا 4 موجب 13 سالب 3 آي بموجب 12 آي. أخذ إشارة الأكبر وأطرح 12 ناقصا 3 موجب 9 آي. هسه هذا البعيد وهذا القريب، القرايب وين؟ جواك. فراح أقول إكس زائدا واي آي تساوي 13 زائدا 9 آي على 2 زائدا آي، البعيد على القريب. وهنا أنا راح أجي أضرب في مرافق المقام اللي هو 2 ناقصا آي على 2 ناقصا آي. راح أجي أقول إكس زائدا واي آي تساوي المقام ضرب مترافقان، مربع الأول زائد مربع معامل آي، 2 تربيع 4، مربع معامل آي 1، 1 تربيع 1، 4 زائد 1 5. أجي أنزل إيش قد 5. 13 في 2 26، 13 في سالب آي سالب 13 آي، موجب 9 آي في 2 موجب 18 آي، موجب 9 آي في سالب آي سالب 9 آي تربيع. وكل آي تربيع تعكس إشارة ما قبلها وتحذف، راح تصير موجب 9. زين، راح أجي أقول إكس زائدا واي آي وتساوي 26 زائدا 9 ايش قد طلاب؟ 35 سالب 13 بموجب 8، أخذ إشارة الأكبر وأطرح 18 ناقصا 13 موجب 5 آي على ايش قد؟ على 5، يؤدي إلى أن إكس زائدا واي آي 35 على 5 ايش قد؟ 7. 5 على 5 يبقى بس الآي. حقيقي اللي هو إكس يساوي الحقيقي اللي هو 7. التخيلي اللي هو واي بدون الآي يساوي التخيل المعامل مالته ايش قد؟ 1. يطلع لك قيمة إكس 7 وقيمة واي 1. ما أنسى هاي الأسئلة وزارية، وهذا السؤال وزاري. لهنا شباب تنتهي هاي المحاضرة. أريدك تحلهم بيدك ورقة وقلم وتكتب الملاحظات اللي بالمحاضرة نقولها. تمام؟